الأخوة أنا متأكد غادي نصدمكم بهذه المعلومات اللي غادي نعطيكم على كأس العرب وكأس إفريقيا. غادي نديروا فقط مقارنة بسيطة بينهما من خلال الجوائز المالية. غادي نبداو بكأس إفريقيا، القيمة المالية ديالها هي 7 مليون دولار. أما كأس العرب اللي غادي تنظم أواخر هذه السنة في دولة قطر تحت رعاية الفيفا بطبيعة الحال، ولأول مرة تبلغ قيمتها 36.5 مليون دولار. الفرق شاسع، 7 مليون دولار لكأس إفريقيا و 36.5 مليون دولار لكأس العرب. في كأس العرب المغرب غادي يشارك بالمنتخب المغربي الرديف، والمنتخب الوطني المغربي الرديف هو مزيج من اللاعبين اللي كيمارسوا في الدوريات العربية في الخليج أقصد، وكذلك في البطولة المحلية. أما كأس إفريقيا فغادي يحضروا فيها اللاعبين من أعلى طراز واللاعبين ديال الصف الأول. إذا أنا كيبان لي باللي في كأس العرب راه خصنا نشاركوا بالمنتخب الوطني المغربي الاول، لان 36.5 مليون دولار راه رقم الاخوان، راه رقم كبير صراحه، وما خصناش نفرطوا بهذه المسابقه وبهذا الكاس. بيان سور غادي نعطيو اهميه كبيره لكاس افريقيا اللي المبلغ ديالها فقط 7 مليون دولار، وغادي نعطيو لها واحد الاهميه قصوى، ولكن حنا عارفين باللي المبلغ والقيمه الماليه ديالها هي اقل من كاس العرب. وفقط للتذكير مشاهدينا الكرام، كاس العرب غادي تنطلق يوم فاتح دجنبر 2025 وغادي تستمر حتى 18 دجنبر 2025. اما كأس افريقيا غادي تنطلق نهار 18 دجنبر وغادي تستمر حتى بداية سنة 2026. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي الرديف اللي غادي يكون فيها زياش، حمد الله، سفيان رحيمي، باطنة ولاعبين اخرين جيدين بطبيعة الحال. وكنتمناو كل الخير وكل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي الاول نهاية هذه السنة. تحياتي لكم.